السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه زهور تاتسي. اليوم غادي ندير معكم العجينه ديال كعب الغزال برابعه ديال الطحين فقط. عندي 250 غرام ديال الطحين فورس، ما يعادل 2 الكيسان ونص، وعندي 80 غرام ديال الزبده. غادي نخلطوا هذيك الزبده وداك الطحين، غنزيدوا ربع كاس ديال المزهر. الا ما كفاناش المزهر في هذا العجين غادي نزيدوا معلقه ديال الماء ولا نزيدوا معلقه ديال الزهر. غادي نخلطوها جيدا ونزيدوا واحد المعلقه ديال السكر كلاصي. انا زدت واحد شويه ديال الماء كما كتشوفوا معايا، واحد 2 معالق ديال الماء ولا الزهر اللي بغيتو. صافي كنعجنوها عادي، ما كندلكوها ما حتى شي حاجه. هاد ربعه ديال الطحين ديال الفورس تبارك الله راه كتخرج كميه هي وفيره، كتخرج لك 64 حبه ديال الكعبه، راه تبارك الله كتخرج مزيان. صافي كنجمعوا هاد العجين ديالنا، ما كندلكوها ما حتى شي حاجه. ملي كنجمعوها كنديروها في واحد السلوفان، كنديروها في كنديروها في الثلاجه واحد ربع ساعه، وكنبداو نعجنوا العجين ديالنا عادي. من بعد ما خرجناها من الثلاجه كما كتشوفوا، غادي نقطع معكم كميه بكميه، غادي نوريه فقط للمبتدئات. وتبارك الله راه كلشي كيعرف كعب الغزال، فقط غير المبتدئات باش يعرفوا كيفاش يديروا الكعب الغزال. غادي نبقى نورقوا مزيان حتى كتبان طاوله العمل ديالنا. وإلا لقيتوها شويه كتلصق لكم شي حاجه، دهنوها بشويه ديال الزيت، غير شويه فقط، لان اصلا العجينه ما ديروش لها الطحين ديال كعب الغزال، ما كتحتاجش انكم ديروها الطحين حتى كتبان طاوله العمل. غادي عندنا اللوز العقده ديال اللوز راه انا مشاركه معكم. انا كندير 3 4، ولكن انا بغيت نحاول باش ندير بوحده بوحده باش للمبتدئات يعرفوا كيفاش يديروا. صافي وكندير بحال هكا، وكندير 7 من هذا الشيء ومن هذا الشيء كما كتشوفوا معايا، باش ما كنخليش الهواء يدخل وكيديروا لنا كيتنفخ لينا البويقات كيكونوا عندنا من الداخل. وكنبقاو نطلعوا من الفوق وحنا غاديين. الفوق هو الاول ليسونسيال، وكنهبطوا من التحت كما كتشوفوا معنا. وكنهبطوا راه ساهل في الصراحه، اسهل ما يكون. انا مبغيتش نزرب معكم الفيديو باش تشوفوا المراحل بخطوه بخطوه. وكنبقى نرقق الجناب ديالها، ولكن الفوق كنبقى نعلي باش ديك الكعبه تكون عندي طالعه من الفوق. صافي كنبقى مستمره بحال هكا، راه ساهل مزيان. وحنا كنبركو بيدينا باش كيتزلع علينا داك اللوز وكياخذ لينا كيكون غادي نيشان، يعني في عبار واحد. وكنقطعوا بعض الجراره هذه ديال الشباكيه، ما كنوصلوش حتى للجنب باش ما تخرجش لينا الحشو، ولكن كنخليو واحد شي شويه بعيده على العجين. وكنبقاو نعاودو نقادو عاوتاني باليد ديالنا، وحتى كتقاد لينا الكعبه ديالنا مزيان. انا كنت بغيت نقشو معكم، ساعه نقاش ما لقيتوش، ما خرجتش نشارك معكم ان شاء الله الكعب منقوشين. وصافي الكعبه ديالنا هي سهله معنا، كنديروها في الطاوه ديال الفرن وصافي. وكنبقاو مستمرين بحال هكا. نعاود معكم عاوتاني واحده اخرى. والعجينه ديالها رابعه، راه كتخرج تبارك الله كميه اللي هي وفيره، تخرج 64 حبه، راه تبارك الله. وتنشكركم في هذا المنوال، كنشكركم وتنقول لكم شكرا بزاف على المشاركه ديالكم والمتابعه ديالكم ولي كومونتير الزوينين اللي كتكتبوا ليا في حقي. وإلا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم الاحباب. وانتم كتشوفوا الكعبه ديالنا تبارك الله راه خرجت لينا 2 طاوات ديال الفران، وكنخليوها كتبات حتى الصباح. كنتقبوها والفران كيكون 180 درجه، كنشعلوا ليه من الفوق حتى لتحت 10 دقائق، وكنخرجوا الكعبه ديالنا هي واجده. وتنشكركم شكرا بزاف.